هو ايه الفرق ما بين الرفرفه الامامي اللي هي الفرونت ريزز والشولدر بريسز بشكل؟ وما دام الاثنين بيستهدفوا الكتف الامامي فايه الفرق ما بينهم؟ وهل الاثنين بيعملوا نفس الحركه ولا لا؟ لما نيجي نحلل الحركه فدي اسمها شولدر فليكشن. شولدر هنا اللي هو مفصل الكتف بيحصل له عمليه ايه؟ فليكشن. طب ده في الرفرفه الامامي. طب بالنسبه للبريسز اللي هو التجميع، في الحقيقه هي نفس الحركه اللي هي شولدر فليكشن، لان الحركه بتاعتنا نابعه من مفصل الكتف، وعظمه الهيومرس عندي اللي بنبص عليها فهنلاقيها سواء بالشكل ده او سواء بالشكل ده هي اللي بتطلع لفوق في الاتجاه ده. هتقولي طب ايه الفرق ما دام الاثنين بيشغلوا نفس العضله اللي هي الكتف الامامي؟ الفرق الرئيسي هنا هو التحميل باوزان مختلفه. ما سالتش نفسك قبل كده ليه في الرفرفه الامامي بتحس بالاوزان تقيله، لكن لما تيجي تشيلها بنفس الاوزان دي في البريسز هتلاقي الموضوع سهل قوي؟ وده بيفرق في المومنت والاجهاد الفعلي اللي بيتحط في العضله، لان هنا كل ما المسافه بتزيد كل ما التحميل على العضله بيكون عالي. فده لو المفصل بتاعي وهنا انا ماسك الوزن فدي اصبحت المسافه، فالمسافه هنا بقت طويله فالتاثير بتاع الحمل هنا بقى كبير، وهنا بنقول ان المومنت هنا بقى اعلى من المومنت هنا، لان بكل بساطه المسافه هنا قلت لكن المسافه هنا زادت. فعمرك ما هتقدر تشيل الاوزان اللي في الرفرفه الامامي نفس الاوزان اللي موجوده في البريسز. وبكده نبقى عرفنا ان الاثنين بيشغلوا الكتف الامامي، والفرق ما بينهم هي المسافه وبعد المسافه دي عن مفصل الكتف. وبس كده، لايك وفولو، اللي جاي كتير. سلام.